رب اكتب لنا يوما جميلا محاطا بالفرح والخير الدائم. يا رب هذا الصباح ارزق كل قلب طيب مطلبه وأسعده. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا. يا رب نسألك ألا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وبلاء. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الخير ويومكم سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، اليوم ده لما كنت بصوره انا كنت صاحيه بدري، وبجد انا يعني موضوع الصحيان بدري ده يا جماعه بيفرق في اليوم جدا. بتحس ان يومك ما شاء الله فيه بركه، زي فعلا البركه في البكور، فيومك بيكون فيه بركه وبتحسي ان انت بتعملي كذا حاجه في يومك. وبتخلصي بدري كمان يعني. وطبعا احنا دلوقتي النهار بقى طويل، فانت بتخلصي بدري والدنيا لسه ما ليلتش عليكي، فبتبقى اليوم بجد فيه بركه معاكي لما بتصحي بدري. انا اليوم ده كنت صاحيه بدري وفطرت زي ما بقول لكم ان انا بفطر قبل الاولاد، وهم بيصحوا بقى بحط لهم فطارهم. فالوقت ده هم كانوا بهدلوا وهم بيفطروا، وقعوا اللبن على الارض ومش عارفه ايه، فانا غسلت كده او مسحت الصاله. وطبعا وقت الكارثه ما كانش في دماغي ان انا اصور، بس بعد ما خلصت كده قلت اصور معاكم اليوم. ومسحت كده، وكنت عايزه برضو اغسل الورد. انا كنت منزله لكم اصلا ريلز، ان انا لا، ريلز ده على الانستا. كنت منزله لكم كده شورتس على ازاي بغسل الورد. والمهم بقى دخلت كده على الغرفه، طبعا كان الاولاد صحيوا فرتبت السرير. في اساسيات في اليوم كده لازم تعمليها، زي ترتيب السراير، ان انت تشيلي اي حاجه مش في مكانها. بصوا، لفوا على الاوض كده وتشيلوا اي حاجه مش في مكانها. تلفوا بالمكنسه. في اساسيات في يومك لو عملتيها دي يعني شقتك دايما هتكون منظمه ومرتبه. فدي اساسيات في يومي لازم اعملها. وبرضو دورة الغسيل لما بعملها لازم اعملها كل يوم، سواء بقى دورة او دورتين على حسب انتي استهلاكك للهدوم ايه، وعلى حسب عندك هدوم كميتها ايه. فدايما تخلصي الهدوم اول باول، ما تراكميش بقى وتخلي ثبات الغسيل يملى. فبجد حاجات بتفرق في ترتيب شقتك وفي طاقتك الايجابيه، ان انت دايما يكون عندك طاقه ايجابيه. لان انت لما بتلاقي وراكي حاجات كثيره بجد بيجيلك طاقه سلبيه كده، وان انت مش قادره تعملي حاجه وعندك اكتئاب. فلو عملتي الحاجه اول باول بجد هيفرق في نفسيتك جدا. فالمهم بقى دخلت على الحمام. انا الحمام كنت دي الغسله، بصوا، بغسلها مرتين في الاسبوع. يعني التنظيفه دي بعملها مرتين في الاسبوع. اما بقى التنظيف اللي هو الرخامه او الحوض يعني والقعده والكلام ده ممكن يوميا. بس التنظيفه بقى العميقه دي بتبقى مرتين في الاسبوع. انا كنت بغسل باللهلوبه، وبجد بتدي نظافه وريحه وبتخلي الستانلس كده يلمع. فانتي مش لازم تجيبي 200,000 يعني حاجة تغسلي بيها، او حاجة للحمام وحاجة مش عارفة ليه. بصوا يا جماعة، اقتصدوا. الحاجة اللي هي اصلا ممكن تديكي نفس التأثير الحاجات التانية، ليه ما تستغنيش عنها وتستخدمي البديل اللي هو بيديكي نفس التأثير. فانا هنا اللهلوبة مش غالية اصلا، ومدياني نفس التأثير اللي بيديه اي حاجة تانية. فكانت ريحة ونظافة. بس زي يعني حبيت ان انا اقول لكم على الموضوع ده. المهم بقى بعد ما بخلص كده الاساسيات اللي في اليوم، بيكون مثلا ممكن اعمل في اليوم حاجة زيادة، ان انا مثلا ارتب ظرف الدولاب، ان انا ارتب ظرفة مطبخ، ظرفة خزين، مش عارفة ايه الحاجات ديت. يعني انتي اساسياتك في يوم خلاص، خلي كده جدول اساسي ليك ان انتي تعمليه في يومك. وممكن تزودي حاجة بسيطة، يعني ما تهلكيش نفسك ان انتي هتاخدي مش عارفة الأوضة بالتحت، السراير فوق، مش ليه ما ممكن تنظمي نفسك ان انتي كل يوم حاجة بسيطة. لما يجي اهو احنا داخلين على العيد، فلما يجي العيد مش هتحسي نفسك هلكانة. احنا بيجي علينا العيد يا جماعة واحنا خلاص احنا عايزين ننام في السرير من كتر التعب اللي احنا بنهلك فيه نفسنا بجد. فانتي لو انتي نظمتي يومك وعملتي كل يوم حاجة
حاجتك الاساسيه وحاجه زياده معاها، انت مش هتتعبي ومش هتهلكي صحتك، وفي نفس الوقت بيتك هيكون منظم ومرتب. وفي طبعا اولويات في يومك، يعني انا مثلا عندي اطفال صغيرين، فانا اولوياتي اطفالي. عارفه ان الاطفال اصلا مش بيخلوا المكان مرتب ودايما بيتبهدل وكده، بس مثلا ممكن تقعديهم في مكان، يعني تخصصي لهم مكان ان هم يلعبوا فيه ودي تكون لعبهم، وتحاولي على قد ما تقدري ما تخليهمش يخرجوا اللعب في كل الشقه. يعني انا عندي بيعملوا كده، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم دايما في الاوضه بتاعتهم، وان هم مثلا لو خرجوا حاجه لا دخلوها، بحيث ان انا احافظ على نظافه بقيه الشقه. يعني مثلا الغرفه بتاعتي من اول ما برتب السرير واكنسها وكده خلاص بقفلها، ما بدخلهاش غير وقت ان هم كده كده بيناموا معايا، بس بقى الغرفه بتاعتهم بخليها ان هم يلعبوا فيها. اوقات طبعا بيدخلوا المطبخ يطلعوا لي الحاجه وانا مثلا بطبخ بعمل اكله، بخليهم يعني بيبقوا معايا مثلا بيطلعوا لي الظرف من تحت. بس برضو يعني واحده واحده حاولي ان انتي تعوديهم، يعني هم برضو انا اطفالي سنهم صغير، فبحاول على قد ما اقدر ان انا احكم يعني المكان اللي هم يقعدوا فيه، واني اخليهم يعني يحبوا ان هم يحافظوا على نظافه المكان، اللي هو لا هخلي بيتنا حلو وده بيتنا وخليه حلو ومش عارفه. بص بفضل اشجعهم بالكلام، مره تصيب مره تخيب، يعني فالحمد لله. فانا بالنسبه لي اولوياتي هم يعني ان هم يلعبوا ماشي وكل حاجه ويطلعوا طاقتهم، فمش باجي برضو على نفسي ولا بهلك نفسي، وفي نفس الوقت بحاول على قد ما اقدر ان البيت يكون منظم ومرتب، عشان هم برضو تبقى البيئه اللي هم قاعدين فيها تكون نظيفه. فربنا يا رب يعني يخلي لنا اولادنا جميعا يا رب، ويرزق كل مشتاق ويدينا الصحة، ويا رب كده ايه يدينا طولة البال في تربية الاطفال يعني. فالمهم كده انا كنت خلاص خلصت اللي ورايا في اليوم ده، وحبيت برضو ان انا ادلع نفسي. وزي ما قلت لكم قبل كده دايما دايما يعني ايه كافئي نفسك. يعني احنا لو ما كافئناش نفسنا يعني مين اللي هيكافئنا يا جماعه؟ احنا نكافئ نفسنا. وتعملي اي حاجه مختلفه في يومك عن طبيعه يومك، كل يوم ممكن تعملي حاجه لنفسك. حتى على فكره انت لو كلتي بسكوته بس انت كده بتكافئي نفسك، تمام؟ فحبوا حياتكم وارضوا بيها واحمدوا ربنا عليها. وبجد والله بجد في حاجات كده في حياتنا لو بصينا ليها وقلنا الحمد لله ان هي موجودة في حياتنا، مش هنبص لغيرنا ولا هنبقى متضايقين ومتنكدين. اليوم ده بقى يومي كان خلص، وحبيت برضو انا بقول لكم ان انا خلصت كل اللي ورايا، وكنت كمان خلصت الغدا، وكمان نزلت اتمشيت انا والاولاد كده بعد العصر. طبعا لسه الدنيا بتبقى نور، فنزلنا انا والاولاد اتمشينا ولعبوا، وكده يومنا خلص. ويا رب بقى عايزاكم كده الناس اللي بتتفرج عليا ولسه ما اشتركوش، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.